يحرص الاتحاد المغربي لكرة القدم على التواصل مع كافة المواهب المنحدرة من أصل مغربي والتي تلعب رفقة الأندية الأوروبية الكبيرة من أجل تمهيد الطريق أمامها كي تنضم لتشكيل المنتخب الوطني المغربي في الفترة المقبلة استعدادا لكأس الأمم الإفريقية القادمة في ساحل العاج والمغرب. ومنح رئيس الاتحاد المغربي فوزي القجع أهمية كبرى لملف لاعب برشلونة لامين يامال كي يلعب مع المنتخب المغربي، رغم أن الأخير يحمل قميص منتخب إسبانيا تحت 17 سنة، خاصة وأنه يتوفر على مؤهلات فنية كبيرة. جاهل مهاجم برشلونة الإسباني لامين يامال الإغراءات التي تلقاها من الاتحاد المغربي في الفترة الحالية بخصوص مستقبله الدولي، بحكم أن لديه 3 جنسيات، المغربية من جانب والده والإسبانية ثم الغينية، إلا أن اللاعب يلعب مع إسبانيا في الوقت الحالي. وتواصل مدرب منتخب المغرب وليد الركراكي مع مهاجم برشلونة الإسباني وأسرته من أجل اللعب مع منتخب المغرب على حساب إسبانيا، حيث قدم وعودا لنجم برشلونة بأن يعتمد عليه ضمن قائمة المنتخب المغربي الأول في النسخة القادمة من نهائيات كأس إفريقيا لكرة القدم. كما حاول مبعوث من الاتحاد المغربي إلى إسبانيا إقناع أسرة اللاعب بتمثيل منتخب المغرب. يتفاعل مهاجم برشلونة الإسباني بشكل إيجابي مع الإغراءات المغربية حتى الآن، مشددا على أنه يضع مستقبله مع ناديه كأولوية خلال الفترة الحالية، حيث رد على جميع المحاولات المغربية بأن شغله الشاغل هو ضمان مكانه مع فريقه خلال الموسم الجديد. وتواصل الإدارة التقنية للمنتخب الوطني المغربي متابعة ملف اللاعب لامين يامال المنحدر من أب مغربي وأم من غينيا الاستوائية، رغم أن اللاعب المتألق في الوقت الحالي مع برشلونة لم يظهر أي حماس من أجل الانضمام لصفوف المنتخب المغربي في الفترة المقبلة، خاصة في ظل الاهتمام الذي بات يجده من المدير الفني للبارسا تشافي هرنانديز ومسؤولي الاتحاد الإسباني لكرة القدم الذين يتواصلون معه بشكل دائم ويرون أنه يشكل مستقبل منتخب إسبانيا، رغم أن والد اللاعب لامين يامال كان قد وعد مسؤولا بارزا داخل الاتحاد المغربي لكرة القدم بإمكانية لعب نجله مع المنتخب المغربي، إلا أن اللاعب يعيش في الوقت الحالي ضغوطات من قبل مسؤولي الاتحاد الإسباني لكرة القدم، وهو ما يجعل أصحاب القرار داخل الاتحاد المغربي حائرين، إذ لا يرغبون التفريط في لاعب أبان عن موهبة كبيرة. اللافت الذي يسجله اللاعب المغربي الشاب لامين يامال مع برشلونة ودخوله رسميا في مباريات الليغا رغم حداثة سنه الذي لا يتجاوز 16. أعلنت الصحافة الإسبانية اليوم الأربعاء عن اجتماع عقده أعضاء الاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم مع عائلة يامال لإخباره بمشروع المنتخب الإسباني قصد إقناعه بتمثيل لاروخا بدلا من المنتخب المغربي. انتشرت صورة جمعت رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم مع لامين يامال ووالده الذي ظهر مرتديا قميص المنتخب المغربي، حيث ظهر الكل مرتاحا يتبادلون الابتسامة، وتسود أجواء من الترقب عن الوجهة المرتقى باختيارها من قبل يامال. وإن كانت العاطفة تتجه بشكل كبير إلى المغرب، فإن الإسبان يدركون هذا الأمر جيدا، لذلك كان اجتماعهم مع يامال بلغة براغماتية من خلال حديثهم معه عن الآفاق الممكنة رفقة لاروخا وليس لشيء آخر. وبين المغرب وإسبانيا فإن القرار بلا شك سيكون بيد والد اللاعب الشاب اليافع الذي سيتكشف ما جرى في اجتماع الاتحاد الإسباني من خلال ابنه لامين اليافع. ولعل توجهات يامال الأب الحاسمة في اختيار المغرب تجعل من اجتماع الاتحاد الإسباني مجرد لقاء شكلي لتلبية الدعوة لا غير، لتبقى الأيام المقبلة كفيلة بتأكيد مصير اللاعب في الإعلان الرسمي عن اختيار القميص الوطني. وفي حال مشاركة اللاعب لامين يامال رفقة أسود الأطلس فإن ذلك سيعزز لا محالة من الترسانة الهجومية للمنتخب المغربي، حيث يحيل هذا إلى مسار أشرف حكيمي الذي بدأ مشواره في سن مبكرة مع منتخب بلاده في سن لم تتجاوز 17 عاما، في وقت تزامن ولعبه في صفوف ريال مدريد.